عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في وصفة جديدة لليوم. واليوم اخترت نطيب لكم طاجين تونسي بمقادير سهلة وبنينة. حطيت 3 كعبات عظم يتصمتوا في الماء، وبجنبهم حطيت طروف دجاج قصيتهم دي كوب صغار وحطيتهم يتقليو مع طرف زيت وطرف ملح كيما قاعدين تراو. بعد ما طابوا قصيت الدجاج طروف كيما قاعدين تراو، واضفت ليهم العظم البيض قصيته دي كوب وحطيته معاه باش نتحصلوا على خليط. بعدين ذبلت المعدنوس والبصل مع طرف زيت واضفتهم للخليط، خلطتهم مع بعضهم، وتوا باش نزيدوا ليهم الجبن والعظم كعبة كعبة. بالنسبة للمقادير كل واحد يحط على قد عائلته وعلى قد هو حاجته بالكونتيتي، يعني مسيبة. حطيت الجبن كيما قاعدين تراو وبديت نزيد في العظم كعبة كعبة حتىكش اللي نتحصل على خليط متجانس. انا لهنا حطيت 5 كعبات عظم نيين، وطيبت سمطت كيما ريتو قبيلة 3 كعبات عظم، يعني الكل في الكل 8 كعبات. توا تحصلت على خليط متجانس، صبيته في المول كيما قاعدين تراو وباش نحطوه في الكوشة. ما نحكي لكمش على البنة والريحة أول ما خرجته من الفور. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وصفة سهلة وبنينة وبمقادير بسيطة مقدور عليها، وإن شاء الله تعجبكم ونستنى رأيكم في الكومنتير. ميرسي.